السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم رايحين نديرو ان شاء الله شوربه عدس الاحمر اللي بزاف من الاخوات يسالوني عليها، واليوم ان شاء الله رايحين نديروها بطريقه شويه متغيره، يعني نوعا ما ماشي بزاف. رايحين ندخلوا عليها مكون جديد اللي هو الفلفل الاحمر الطازج. انا ما بغيتش نقصها، بغيت نخليها باسكو ما ديروش بزاف، تعمدت باش ما نقصهاش، خليتها هكاك باش نوريكم يعني شحال الكميه اللي راح ندير. نبداو على بركه الله. بسم الله. نحتاج كميه من هذا العدس الاحمر. دوك نوريكم باش انا كيلت، راح نكيل الماء به. نحتاج ملعقه كبيره تاع معجون طماطم، حبه طماطم طازج راني نقيتها وقسمتها على 4، واحد جامبو دجاج، درت كرافس، عود كرافس بصح عود رقيق يعني ماشي حاجه كبيره ماشي بزاف، حبه بصل مقطعه اون لاميل شويه غليظه، شويه فلفل احمر طازج، حبه بطاطا صغيره، حبه كروطه، حبه جزر، وفصه ثوم راكم تشوفوا الله يبارك كبيره الا كانت يعني صغيره تحتاجوا زوج. نبداو على بركه الله. انا هنايا راني درت ديجا الزيت تاعي سخن. بسم الله. نبدا ندير البصله تتقلى، ندير البصله تتقلى، حبه تاع البطاطا تعمدت ثاني باش ما نقصهاش باسكو بغيت نوريكم بلي يعني تحتاجوا حبه صغيره ماشي كبيره. حبه البطاطا، نزيد معاهم الجزر مقطع صغير، حبه الجزر يعني تكون موين ماشي كبيره وماشي صغيره. نزيد فصة الثوم ما نربيهاش، نقطعها قطع يعني نوعا ما شويه خشينه، هاك ولا هاك رايحه نرحي. هانيكم نخليها تقلى شويه الخضر مع بعضها. نزيد الفلفل، راح نوريكم شحال كميه الفلفل. شوفوا البنات ماشي حاجه كبيره يعني، شوفوا الكميه تاع الفلفل شحال درت، ما درتش حاجه كبيره. نحتاج غير هذا الراس تاع الفلفل، ما نكتروش، هو يعطيها بنه بنينه بصح الا كترنا راح يفسد لنا بنه العدس الاحمر. يعني نسيت وما ذكرتش العطور اللي نحتاج. نخلي الخضر تاعي تتقلى، نزيد لهم الكرافس ونخليهم شويه يتقلاو وعاد نزيد الطماطم. ونحتاج فلفل احمر حلو، فلفل اسود، ملح، وفلفل احمر حار. الفلفل الاحمر حار يعني اختياري، انا بروحي ندير بصح ندير غير البنه، يعني ندير غير شويه على خاطر الاطفال، راكم تعرفوا الصغار ما ينجموش الفلفل الاحمر، ندير غير شويه. خلي الخضره تاعي تتقلى مليح ونرجع لكم. بعد ما تقلات الخضره تاعي ونزلت شويه راح نزيد طماطم طازج، ونزيد طماطم صفراء، الماء تاعي البنات ما ننساوش، راني نقولها ونعاود خاصه للمبتدئات، الماء ما تنساوش باش لازم يكون حامي، الماء لازم يكون سخون يعني يكون يغلي. من جهه راكم تقلوا ومن جهه اخرى راكم تحموا في الماء. انا راني دايره حتى يغلي. غادي نزيد طماطم الصفراء، هاي نزلت الخضره تاعي، غندير فلفل احمر، هذا فلفل احمر حلو، نزيد فلفل اسود،
نزيد شويه تاع ملح. ما ننساش غادي نزيد جامبو، راكم تعرفوا الملح وجامبو الواحد لازم يستحفظ على الملح يستحفظ على نفسه يعني ماشي على الملح. هايلكم راهي خلقت واحد الريحه الله الله. نزيدو شويه فلفل احمر. شوفوا يعني هاد المغرف صغيره، راني درت غير راس المغرف ماشي حاجه. حبيت نوريكم باش كيلت هذا العدس الاحمر. كيلته بهذا الكاس تاع الماء، بهذا الكاس تاع القهوه، واش بدير الكاس تاع القهوه حليب ان شوب كيما نقولوا له. كيلت بهذا الشوب بيه رايحه نكيل 3 تاع ماء. كيلت البنات سمعوني باش ما تجيكمش غير ماء. كيلت 1 عدس ها هو ليك، وكيلت 3 تاع ماء. راح نزيد دروك العدس تاعي بعد ما كنت شللته بيان سور. نزيد 3 تاع ماء، ومرات كما نعرفوا راه يشرب الخضره، راهي تشرب. شفناها شربت نزيد شويه، نزيد شويه ما قد نص كاس. بصح الا زدت راني نزيد الماء مغلي تاني. بسم الله عليكم. واحد، زوج، وها هو الثالث. وإلا شفت عيني راحت عليه وشربت لي شويه المرقه، شربت لي هذاك الماء، ديك الخضره شربت لي هذاك الماء، باسكو كي غادي نميكسيها غتبان لي نزيد لها واحد، باسكو راه فيها الخضره. سا ديبون دي فوا نقصوا الخضره، دي فوا نزيد لها واحد باش ما تجينيش تاني خاطره بزاف. هاوليكم كاع هكا وتبان لي غادي راح نزيد. نكون من بعد نشوف الخضره طابت لي وبديت نرحي، راني نشوف نزيد. وما ننساش المكعب تاع الجامبو، ما ننساش المكعب تاع الجامبو البنات. هاوليكم المكعب تاع الجامبو تاع الدجاج. كما قلت لكم راهي تبان لي كاميم راهي تبان لي ناقصه ماء، ناقصه ماء. ومن بعد كي نطحن نعاود نغلي شويه ماء ونزيد عليه شويه، سينو دوك شويه ونزيد له الماء عاود نشوف كي يطبخ ونشوف. باسكو ما ننساوش بلي العدس راه يشرب كيما نقولوا تاني. دوك من بعد دوك تشوفوا كي طيب تاني العدس يزيد يدي هذاك الماء. المهم انا نخليها تطيب على خاطرها. كي طيب نميكسيها ونقدمها. وهذا هو البنات وبصحتكم. دوك نوريها لكم في طريقه التقديم. السلام عليكم. ها هي الشوربه تاعي بعد ما طابت لي مليح. كما قلت لكم سا ديبون العبر تاع الخضره وكاع باش ما ياكلكمش، باش تعرفوا العبر تاع الماء. ها هي ليكم. المهم ما تجيش يعني ثقيله بزاف، ما تجيش دو بريفيرونس يعني تجي فلوتي كما نقولوا. وهذه هي ليكم. ياك تجي شابه، تجي بنينه، تجي احسن من تاع المطاعم. والله صدقوني سيرتو كي تكون خدمه يديكم يعني تجي بزاف شابه. ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها وتدعوا لي معاكم، خاصه دعائكم حبيباتي يهمني. واللي عجبتها لا فيديو هذه دير اشتراك، وما تنساش تضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. وان شاء الله راه كاين جديد، وانا راني هنا لخدمتكم. والطلبات راهم بزاف البنات، كل مره وحده تقولي ديري لنا حاجه، راه عندنا الوقت كل مره ندير لكم حاجه. والسلام.